ازاي تكتب وصف عقاري يخلي العميل يتخيل نفسه جوه الوحده بتاعته؟ بشوف ناس بتكتب شقه غرفه وصاله 700 قدم بحمامين وباركنج وسعر مغري، في ناس تانية بتكتب ايه رايك تصحى الصبح على الشمس وهي داخله من البلكونه الكبيره في الدور ال 22 وشايف اطلاله دبي من تحت. تفتكر العميل هيتصل بمين فيهم؟ الوصف العقاري مش بس البيانات، الوصف هو اول خطوه في الاقناع، ولو انت كوسيط عقاري مش عارف تكتب وصف صح يبقى بتخسر العميل قبل اصلا ما توصل. اول قاعده، ابدا باللي يهم العميل مش اللي عندك. يعني بدل ما تقول غرفه وصاله باتنين حمام، قول مساحه مثاليه لاسره صغيره محتاجه خصوصيه وراحه. مثلا لو الشقه قريبه من مول ما تقولش الشقه قريبه من المول، قول تتمشى على رجلك لاقرب كافيه او هايبر ماركت من غير ما تحتاج سياره. تاني قاعده، خلي الارقام في النص مش في العنوان، العنوان هو اللي بيشد العين. يعني مثلا في قلب دبي الجديده فرصه للي بيدور على استثمار ذكي، ما تقولش شقه 850 قدم ب 950 الف درهم. الرقم مهم بس ما تحطوش اول حاجه، خلي الرقم جوه الوصف بس ما تبداش بيه. تالت قاعده، استخدم الحواس. العميل ما شافش الشقه بس لو خليته يتخيلها خلاص. اكتب اكنك بتاخده جوله جوه الشقه، المطبخ مفتوح على الريسبشن، ريحه القهوه الصبح هتبقى واصله لاخر الصاله، غروب الشمس بيعدي على اوضه النوم قبل الليل ما ينور الابراج اللي حواليك. رابع قاعده، اختم بكول تو اكشن واضح. لو بتدور على حاجه جاهزه للانتقال فورا دي فرصتك. اللي بيكتب وصف عقاري شاطر هو اللي بيخلي العميل يتخيل نفسه جوه الشقه قبل ما يشوفها، وده معناه انك بدات البيع قبل حتى ما ترد على المكالمه. في النهايه بوست قوي بيدي ليد قوي، وكل كلمه بتكتبها يا اما بتقربك من الصفقه او بتبعدك عنها قبل ما تبدا. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن اقوى واذكى طريقه للليد جنريشن في الامارات، مواقع الاعلانات ولا العلاقات، وايه اكتر مصدر ممكن يكسبك اسرع وبثقه اكتر. تابع لان الكلام الصح ممكن يبيع قبل ما تقول الو.